زي ما قلنا لحضراتكم ان اعلان الحكومه والمجلس العسكري ان انتخابات مجلس الشعب ستكون في موعدها. طبعا الموضوع ده اذا احنا في حاجه الى الاختيار المناسب لمرشح عضويه مجلس الشعب، ولكن على الجانب الاخر يجب ان يوضع في الاعتبار فكره التزوير. يمكن من المشاكل اللي كانت او مدعمه لحدوث ثوره 25 يناير تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010، مجلسي الشعب والشورى طبعا عام 2010، ويمكن الموضوع ده اثار الكثير من الجدل. علشان كده في افكار خاصه بمنع التزوير. ايه الافكار دي؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيف البشراف النهارده في الاستوديو، استاذ ايهاب عصفور، صاحب فكره انتخابات بدون تزوير. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. استاذ ايهاب، ايه موضوع ان الانتخابات تتم من غير تزوير؟ الفكره عباره عن ايه؟ الفكره عباره عن بتعمل كارت شبه كارت الموبايل، بتستلمه على صوره البطاقه بعد الاطلاع على الاصل طبعا. تمام. بيبقى ده رقمك الانتخابي طول عمرك. كويس. في اختلاف طبعا بين الكارت دوت وبين البطاقات اللي قبل كده، يعني موضوع تاني يعني. الاختلاف في ايه؟ ايه الفرق؟ الفرق ان ده كارت تصويت بيبان على النت، يعني هتاخد الرقم ده هتصوت، بدل ما تعمل علامة صح على المرشح هتحط الرقم بتاعك على المرشح. ده دورك كده انت بالنسبه لك كمواطن، مش هتبقى في حته الكترونيه بالنسبه لك خالص يعني. تمام. في الاول يعني. تمام. اللي عاوز يروح لجنه الانتخاب هيخش هيطلع البطاقه، تدخل جوه مكنه او برنامج يثبت ان انت دخلت لجنه الانتخاب. تيجي عند التصويت هيجي لك المرشحين. تمام. هتحط بدل ما تضع العلامه، سهله جدا يعني، بدل ما تحط العلامه هتحط الرقم بتاعك اللي انت استلمته على صوره البطاقه. طب وليه ما احطش رقم البطاقه؟ طب هتفرق ايه عن اقول لحضرتك دلوقتي الانتخابات سريه. الانتخابات اساس القانون بتاع الاختراع السري المباشر. اللي لازم تبقى سريه. تمام. ما ينفعش ان انا اعلن احط رقم بطاقتك، هيبان انت مين وهتطلع على النت، هيتعرف اللي انت اخترت مين، ده ممنوع، مخالف للقانون. انما لما اشفر، عشان كده دي الفكره اللي جات لي، اللي انا ازاي اشفر صوتي بالنسبه للعالم كله وابينه بالنسبه لنفسي. تمام. ابقى انا الوحيد اللي اعرفه. كويس. فعشان امشي مع القانون كويس. وفي نفس الوقت عاوز اشوف النتيجه قدام عينيا. تمام. بس يعني الجهه اللي انا هتديني الكارت الميموري ده اللي انا هستخدمه، ما هي هتبقى عارفه انا مين؟ لا ازاي؟ هي مش هي هتديني الكارت طيب. وعارفه الرقم السري بتاعي. كويس. هي عارفه لا مش زي هل نوضح بس، هل دي مش زي شبه التليفون المحمول؟ لا، انا مش عايزين نشيل الكارت بعد اذنك. طيب مش هينفع نظهره. بس هل حضرتك مش شايف ان زي كارت او شريحه التليفون اللي انا بحطها في الموبايل عندي، ما هو في رقم مجرد ما يروح الشركه هيعرف مين اللي خد الرقم. طيب. بالظبط. بس دي بقى ده كارت، انسى بقى حته الموبايل خالص. انا بقول شبه بس. فانا هطبع دلوقتي كروت، هطبع كروت فيها ارقام واحطها لك قدام عينيك متشفره يعني. تمام. لازم تخربشها عشان تعرف لازم تخربشها. تمام. فانا هحط قدامك 5 كروت، هتيجي تستلم هسلمك كارت. انا ما اعرفش زي ما انت بتاخد من الكشك كارت ما بتعرفش الرقم ده مين، بتخربشه بتعرف الرقم. طول ما انت ما حطيتوش في الموبايل ما بتعرفش ان ده الرقم، ما تقدرش تستلم عنه، محدش يعرفه الا انت. لو حطيته في الموبايل عشان هم عاملين لينك مع الشركه، فبتعرف ان الرقم دوت خاص بالتليفون دوت. ده مش هتحط على الموبايل. يعني الرقم اللي انا بخربشه ده هحطه على صوره المرشح، ما حدش يعرفه. يعني مثلا ادي الرقم اهو. تمام. مثلا مش عارف يظهر في الكاميرا ولا لا. هستأذنك. الارقام اهي مثلا هتطلع بالمنظر ده. ماشي. اوكي. انا رقمي في وسطيهم. رقمي في الحبه الارقام، معين طبعا بالالافات. طلع رقمي من دول مش هتعرف. طب طلع صاحب الرقم بتاع مين، مش هتعرف. ماشي الحال، انا مش هعرف، لكن في نفس الوقت كده ما احنا، هل تفتكر ان انا هدي فرصه اني اضيف ارقام ما يبقى لهاش اصحاب؟ كويس. زي مثلا لما نلاقي ناس اموات راحوا انتخبوا. لا ما هي دي حدوته ثانيه برضه. دي هتقضي على الحكايه دي. ليه بقى؟ انا لما بسلم الرقم حضرتك دلوقتي هتجيلي المقرات تستلم الرقم، او عن طريق السنترالات او هنهندلها دي مع اللي هينفذ. تمام. آلات التنفيذ دي مع اللي هينفذ. تمام. هتستلمها ايا كان، يعني هتستلمها منين؟ كويس. اللي هيجي ده هيبقى اكيد هيبقى صح. اللي هيجي دلوقتي يستلم دلوقتي بالبطاقه بتاعته، اكيد جاي لي هاخد صوره بطاقته وهطلع على الاصل بتاع البطاقه بتاعته. تمام. وهاخد الصوره وهمضيه ان هو استلم الكارت. اوكي. عندي مثلا
1000 واحد استلموا الكارت، اوكي؟ يبقى كام واحد هيصوت في الانتخابات كلها؟ نفترض مثال يبقى 1000 يبقى 1000. تمام صح؟ يبقى كده ما ينفعش حد تمام. تاني حاجه، باخد الصور البطاقه دي كلها على النت، في رقم بطاقتك بتكتبه بينزل لك على الموقع الانتخابات، بينزل لك اللي انت من حقك تصوت في اللجنه كذا. تمام. وهيقول لك برضو من حقك انت استلمت، من حقك تصوت لانك انت استلمت الكارت، لان انا معايا صوره البطاقه بتاعتك هغذي بيها قاعده البيانات. تمام. وهقول ان الناس دي هي اللي من حقها تصوت لانها معاها كارت التصويت. طيب هل مش شايف ان الفكره دي نفس فكره البطاقه الانتخابيه اللي منعت ناس كتير منها تشارك انها تدلي بصوتها الانتخابي؟ هسمع ردك بس هنروح لتقرير ونعود معاكم مره تانية بعد ما نشوف التقرير. لحد دلوقتي انا مش عارف ممكن انتخب مين، مش حاسس، ومش انا بس، ده كتير قوي من الشعب المصري عندهم نفس الاحساس ده، وكل اقوله ربنا يعديها على خير. يعني البلد دي شعبها طيب، مسلمينها مسيحيينها، وان شاء الله ربنا يقف معانا ويعدلنا الازمه دي على خير. انا اختار المرشح بتاعي في الانتخابات الجايه اساس الحزب اللي هو نازل فيه مش الافراد، يعني اشوف الحزب اللي اقرب للافكار بتاعتي واختاره بس. فدي مشكله الاحزاب. لا هو القانون بالنسبه لي مفيش مشكله، يعني اساس القائمه والفردي بالنسبه لي مفيش مشكله، بس في ناس ثانيه بالنسبه لها يبقى يعني مشكله بالنسبه لها، بس ان في قائمه والفردي فيبقى في لخبطات كتير. من اصلا المرشحين عدد المرشحين نازله كتير جدا في الانتخابات، يعني الناس في الدائره بتاعتنا نازل حوالي 130 واحد على الفردي بس، وده غير القوائم، فدي بتبقى لخبطه في الانتخابات ذات نفسها، فبين الناس هتختار ازاي. بس كان تاني حاجه مجلس الشورى، قالوا مش هيعملوا مجلس الشورى، هيعملوا مجلس شورى تاني، فمش فاهم مجلس الشورى ايه نسبته اصلا تاني. اختار المرشح بتاعي على اساس البرنامج الانتخابي بتاعه، يعني فكل المرشح اللي برنامج الانتخابي بتاعه هيكون افضل ليا، فاكيد ده هو اللي اختاره يعني. بس بالنسبه للمشاكل القوانين او الحاجات اللي مش مفهومه في النظام الانتخابي الجديد اللي هو بالقوائم او الفردي، هو بالنسبه للفردي يعتبر هو نفس النظام القديم، ما فيهوش اي جديد، بس بالنسبه للقوائم الجديده اللي هي عباره عن القائمه او يعني ممكن هي كذا قائمه طبعا موجوده، هي القائمه الاولانيه اللي هتنجح مثلا، القائمه الوحيده اللي هتنجح هنختار اول 3 مرشحين منها بالنسبه الاعلى اصوات، وبالنسبه للقائمه الثانيه اعلى فرد هيجيب او اعلى مرشحين هيجيب اصوات اعلى، هيبقى هو ده بالنسبه للقائمه الثانيه الاعلى اصوات هو ده اللي هنختاره. يعني انا مش هختار المرشح بتاعي، انا هختار البرنامج اللي هيقدر يدلني ويدل بلدي نحو الصح. ازاي؟ يعني مثلا عندي مرشح علماني ليبرالي، ومرشح اخواني، ومرشح سلفي، ومرشح مسيحي. انا اشوف برنامج كل واحد، والبرنامج اللي هيقدر يفيدني ويحقق لي النجاحات اللي انا متوقعها لبلدي ولنفسي هختاره، بدون اهتمام لدين، سياسه، طائف، اي حاجه. انا ماليش علاقه باي حاجه، انا ليا علاقه بالبرنامج. وكمان كده المرشح ده لو ما عملش البرنامج بتاعه هيتعاقب. صح ولا غلط؟ ما ده النظام ودي الديمقراسي اللي احنا بنتكلم عليها. اختار المرشح بتاعي عن طريق يعني اعرف عنه اكتر، بحيث مثلا مؤهله الدراسي، يعني شهرته في المكان، الناس عارفه عنه ايه، او يعني لو انا حتى ما اعرفوش هبتدي اسال عنه، والراجل دوت هيقدر فعلا يكون في المنصب دوت، يعني يمسك المنصب ده كويس ويقدر يفيد الناس، فطبعا هديله صوتي. احنا بس بنؤكد ان الانتخاب في القائمه بنختار قائمه واحده بس، ما بنختارش اكتر من قائمه، دي بس شيء بنؤكد عليه. بالاضافه الى المستقلين بنختار منهم 2 الفئات والعمال، يعني بنختار قائمه وبنختار حد من المستقلين، بيبقى الاثنين المستقلين بيبقوا فئات وعمال. احنا بس حابين ناكد المعلومه دي لان المواطن المصري برضو مش عارف هيختار ازاي، يعني ايه قائمه ويعني ايه فردي ويعني ايه جديده علينا. بس فاحنا بنؤكد ان اختيار القائمه لو في عده قوائم بنختار قائمه واحده بس منها، لو في الفردي بنختار 2 من الفردي ايا كانوا، حتى لو كانوا
تابعين للحزب اللي نازل بالقائمه. يعني دي 2-1. نقطه بس مهمه. 2-1. 2-1 ايوه. السؤال اللي انا طرحته على حضرتك، ما تمام. كان عندي البطاقه الانتخابيه وكنت اروح، ما هي مش شبيهه بالبطاقه ده في الانتخابيه، فرق طب ما انا شاسع. كده كنت مش عايز اروح اخد البطاقه ده الانتخابيه فرق بتاعتي. شاسع بينها وبين البطاقه في إيه؟ الانتخابيه، ده موضوع في- مختلف خالص. في ايه؟ البطاقه الانتخابيه بتدخلني الانتخابات، انا دي ما بتدخلنيش انتخابات، دي البطاقه بتاعتي العاديه هي اللي هي اللي بتدخلني بتدخل الانتخابات. تمام. انا ده رقمي التصويتي، يعني رقم اللي انا بحطه اصوت بيه، السيريال نمبر، الرقم السري الرقم بتاعي. اللي هو السري اللي انا بحطه على المرشح عشان اكشف بيه التزوير بعد ما انتخب. واللي بيعلمه هو بس. مفيش حد الا انا وربنا. طب اللي ما ممكن بيستلم. حد يدعي ويقول لك الرقم ده اساسا بتاعي يا جماعه. ما ينفعش. طب انا كده هثبت ازاي ان ما ممكن حد يقول لك ده الرقم ده بتاع انا، ويجوا مثلا 200 واحد يقول لك دي الارقام دي بتاعتنا. طلعه مش انت مستلمه. ها طلع الرقم. تمام. مش انت استلمته؟ انا مديك كارت فيه رقم، ها حضرتك بتقول رقمك وريهوني بس. ها مشكله. طيب حضرتك بقى، انا بس انا معاك في اللي لا، بتقوله، بس احنا بقى لازم كويس، نفتح لازم الامور. ده اكيد. اللي حضرتك بتقوله محتاج وعي شويه، اكيد محتاج ثقافه شويه، يعني عشان اقدر ثقافه حياتيه، مش ثقافة كبيره تعامل. قوي اقول لحضرتك. بس انا لا انا بس هكمل حضرتك. في ناس ما عندهاش وعي بالامور خالص، ولا يعرفوا بيعملوا ايه. هم حاله يعني عندهم اميه. ايوه. فهيتعاملوا مع الامور دي ازاي؟ وهنا بالزبط. في صعوبه بالظبط. يعني. انت حضرتك انا فاهم؟ فعلا اول ما عرضت كنت بعرض الفكره على بنك الافكار بتاع استاذ خالد زنوب، فلما بناقش هناك فاول يا دوب لسه هقول كلمتين كده الكترونيه، بقول انتخابات الكترونيه، لسه ما كملتش بس. احنا عندنا 40% اميه، ولقيت ناس طلعت فيا جامد قوي. الموضوع مش الامي مش هينتخب الكتروني خالص. يعني لو واحد ما بيعرفش في الكمبيوتر مش هينتخب الكتروني خالص. مش هيتعرض لحاجه كمبيوترايز خالص. ده لو واحد ما هيتعامل ازاي؟ هيخش هيطلع البطاقه، اللي قاعد هيدخلها له جوه مكنه، ملوش دعوه بيها بقى. بياخد البطاقه بتاعته، بيخش بيجي له المرشح، بيروح مسجل، هيمسك الرقم اللي هو استلمه ده، هينقشه، هيحطه هنا، ده هيحطه هنا 3 4 5 صاد ب عين، يروح كاتبهم، ماسك اللي هنا نقشه فين؟ في صفحه الانتخاب. انا اخترت حضرتك، اروح جاي تحت صورتك واسمك، اروح كاتب كده ومسقطها فين؟ في الصندوق.